واول لما تشوف رقم 22 اول لعيب بيجي في بالك هو مين؟ اكيد ابو تريكه. طب ما سالتش نفسك ليه ابو تريكه لبس الرقم ده بالذات؟ اعمل فولو لايك وتعالى اقول لك. ابو تريكه لما جه من الترسانه للاهلي كان عايز يلبس مع الاهلي رقم 10، ولكنه في الوقت ده كان محجوز وعرضوا عليه كذا رقم تاني بس ما رضاش، وفي نفس الوقت ده كان حاجز طيران عشان طالع يعمل عمره يشكر ربنا فيها بتحقيق حلمه بالانضمام للاهلي. واثناء لما كان في الصفا والمروه وكان بيدعي ويقول اللهم افتح لي فتحا مبينا، مره واحده بيبص على يمينه لقى باب مكتوب عليه رقم 22. بتفكر في اللي انا بفكر فيه؟ ايوه، وقرر يخليه رقم فانيلته مع الاهلي عشان تبدا المتعه والجمال مع الماجيك. ابو تريكه اللي سحر كله باخلاقه قبل لعبه وحقق مع الاهلي 23 بطوله، منهم 5 بطولات افريقيا. ده انت بتاريخ انديه والله يا عم، ده غير 3 بطولات افريقيا ورا بعض مع المنتخب 2006 و2008 و2010، ده غير وغير وغير. ابو تريكه عايز له اسبوعين عشان نتكلم عليه، وده كان سر فانيله ابو تريكه. عايز تعرف اسرار فانيلات تانيه؟ اعمل لايك وتابعني عشان اللي جاي لسه كتير، ورمضان كريم عليكم.